ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد الشرنوبي، واحنا باذن الله النهارده هنكمل بقيه الحل على فصل الهرمونات. طبعا زي ما انتم متعودين، كوبايه الشاي بتاعتك، خربوش الشاي، وهفضل اهو ككل فيديو. روح الاول حل الكتاب قبل ما تيجي تحل، مش عايز عبقري. ما تجيش تتفرج عليا وانا بحل، في كل حصه هفضل اقول لك الموضوع ده. ما تجيش تتفرج عليا وانا بحل تقول الله مستر ده انت شاطر جامد، انت مية مية. لا، انا عايزك انت تحل، بعد كده ايه؟ تعالى راجع معايا، شوف اللي انت هبته بيتحل ازاي، شوف اللي انت عملته بيتحل ازاي. اللهم بلغت. يلا بينا نبتدي من اول سؤال 44. احنا المره اللي فاتت كنا حلينا على الجزء الخاص بالنخاميه، المفروض ان احنا النهارده بقى هنكمل من الغده الدرقيه ونحله كده، يعني حبه حلوين مع بعض كده. انا عارف انا وحشتكم اكيد، يعني بتشوفنيش كتير انت يعني. المهم السؤال الأول بيقول لحضرتك: أي مما يلي تؤدي زيادة نشاطه إلى حدوث تشنجات عضلية؟ تمام، زيادة إيه؟ نشاطه. التشنجات العضلية دي كانت تنشأ بسبب إيه؟ كانت تنشأ بسبب نقص الكالسيوم. نقص الإيه؟ الكالسيوم. طيب حبيبي، في فرق ما بين الشد العضلي، التعب العضلي، التشنج العضلي. تاني كده، في فرق ما بين ثلاث حاجات مهمين جدا. في فرق ما بين الشد العضلي، التعب العضلي، التشنج العضلي. التلاتة ليهم أسباب مختلفة. الشد العضلي ده بنقص ATP، يعني أنا لما ATP يقل عندي ده يؤدي إلى عدم فك الروابط المستعرضة، فبالتبعية يحصل عندي شد عضلي. التعب العضلي ده بسبب تراكم حمض اللاكتيك أو اللاكتيك أسيد أكيميليشن، فده يديك إيه؟ تعب عضلي. أما التشنج العضلي ده بسبب نقص الكالسيوم أو أيون الكالسيوم موجب 2، زي ما أنا كاتب فوق كده. طيب ايه بقى اللي بص يؤدي ايه؟ طبعا اغلب الناس زي البطيخه اول ما شاف الرسمه فيها جراد درقي قال لك بس هو ده، انا هروح اختار سين. ليه؟ قال لك والله ده غدد جراد درقيه، وانا لما درست الباراسورمون عرفت ان قله الباراسورمون تؤدي الى حدوث تشنجات عضليه. عبقري، دكتور، ونجيب لك البلطو. ولكن حضرتك ما خدش بالك السؤال يؤدي ايه؟ زياده نشاطه وليس نقصه. يعني الغدد الجرات الدرقية لما يقل نشاطها، انما هنا عايز زيادة نشاط، فبالتالي الغدد الجرات الدرقية غلط. فسين غلط، سين وصاد ما تنفعش، صاد وعين تنفع، لأن كده الغدد الإيه؟ الدرقية. طب تيجي تقول لي يا مستر هو إيه علاقة الثيروكسين بالكالسيوم؟ أقول لك حبيبي الدرقية أنا ما بتكلمش هنا على ثيروكسين، أنا بكلمك على مين؟ على أخوه اللي بيتفرز معاه من نفس الغدة، الكالسيتونين. لو الكالسيتونين زاد معنى كده ان البارافورمون قليل. زيادة نشاط الكالسيتونين او الكالسيتونين يؤدي الى قلة الكالسيوم في الدم. ففي حالة زي ديت احنا هنختار جيم، لان ببساطة اي اجابة فيها سين فهي مستبعدة، لان الغدد الجارات الدرقية ملهاش تدخل في الموضوع ده. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك اي العوامل تزيد من معدل افراز الغدة الموضحة بالشكل المقابل. طيب في حالة زي دي الغدة الموضحة قدامك دي الغدة الدرقية. تيجي تقول لي يا مستر بس خلي بالك ده جايب لك الرسمة منين؟ من ورا. شغل دماغك بقى. تقول لي ما دام جايبها من ورا يبقى قصده جرات الدرقية. طب هو حد رسم لك جرات الدرقية هنا كده وشاور لك عليها؟ بتجود ليه؟ ما تجودش. فانت في حالة زي ديت حضرتك بيكلمك على الغدة مين؟ الدرقية. فاللي يعدل او يزيد من افراز الدرقيه تركيز الصوديوم، ملهاش علاقه بتركيز الصوديوم. هل هرمون منبه من النخاميه او زياده تركيز الكالسيوم في الدم؟ يا اما التي اس اتش يا اما الكالسيوم. لو تي اس اتش هيأثر على الثيروكسين، ولو الكالسيوم هيأثر على الكالسيتون. انسيال عصبي من الغده؟ لا، انسيال عصبي من الغده ده في حاله الايه؟ الادرينالين في نخاع الكظريه. نقص حجم الغده او استئصالها طبعا دوت ما يزودش من افراز الغده الموضحه بالشكل دي. فالاجابه هنا عندنا طبعا هي تبقى ايه؟ ب. توضح الصوره المقابله فتاه تعاني من احد عوامل البيئه المحيطه. طبعا زي ما انت شايف هي بترتعش لابسه بتاع فرو قدامك اهو، فكده ايه؟ تعاني من الايه؟ من البروده، هي سقعانه. ففي حاله زي دي
ايه اللي يساعد الفتاة على تجاوز هذه المشاكل؟ ايه اللي يساعد الفتاة ان هي تتجاوز المشاكل دي؟ حضرتك لو انت عندك برودة او لو انت عندك حد سقعان، وانا شرحت لك الكلام ده قبل كده، اللي بيدفيك هو عملية الايه؟ انا عايز اعمل عملية اكسدة، او خلينا نكتبها عملية ايه؟ هدم للجلوكوز. لان انا المفروض عارف ان هدم الجلوكوز C6 H12 O6 لو انت عملت له عملية اكسدة هوائية في وجود الجلوكوز يديك 38 ATP، فبقى معاك طاقة تقدر ان انت تدفي نفسك بيها، مع ناتج ثانوي ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون دوت يرفع من حرارة الأنسجة، يعني سواء من الطاقة أو من الناتج الثانوي لأكسدة الجلوكوز، فده هيزود الإيه؟ الطاقة. طيب مين اللي يمشي لك المسار الهضمي؟ مين الهرمون اللي تأثير على الهضم؟ هتلاقي مين؟ التي اس اتش، لأن هو بيحفز مين؟ الثيروكسين، لأن الثيروكسين بيعلي من معدل الأيض الأساسي، فبالتالي يشتغل لك على عملية هضم الجلوكوز. تمام؟ اللي بعده بيقول لك أي مالي يصف عمل آخر للهرمون اللي يحفز المسار التالي للجلوكوز. حضرتك دلوقتي عندك خلايا مبطنة للأمعاء، الجلوكوز كان في الخلايا ثم انتقل إلى خارج الخلايا، يعني ده كده يعمل على إيه؟ امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية. ده كده يعمل لك إيه؟ امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية. طب مين اللي كان يعمل لك الكلام ده؟ اللي كان يعمل لك الكلام ده هرمون اسمه ثايروكسين أو الثايروكسين. الثايروكسين أو الثايروكسين يعمل على إيه؟ امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية. طب هو يحافظ على سلامة الجلد والشعر؟ طب هو تؤدي زيادته لزيادة تخزين الدهون؟ لأ، الثايروكسين لو زاد بيعلي الأيض، فبالتالي يزيد الهدم وما بيخزنش دهون. ده بالعكس، ده الشخص عنده ثايروكسين عالي يعاني من الإيه؟ نحافة. يتحكم في معدل تخليق الجلايكوجين بالكبد والعضلات؟ لأ، اللي يتحكم في معدل تخليق الجلايكوجين في الكبد والعضلات هو هرمون الأنسولين، ملوش دعوة خالص بالإيه؟ بالثايروكسين. يؤدي نقص إنتاجه لزيادة معدل أكسدة الغذاء؟ لأ، ده نقص إنتاجه ده يؤدي إلى قلة معدل أكسدة الغذاء. فالوظيفة اللي تنفع هنا إن هو يحافظ على سلامة الإيه؟ الجلد والشعر. اللي بعده بيقول لك يوضح الشكل مقابل جزء من الغدة الدرقية، افحصه جيدا ثم أجب. إيه اللي يميز الإفرازات الخلية ص عن الخلية س؟ حضرتك عندك خلية ص وخلية س، وهنا في تجويف، وهنا دي كده شعيرة دموية. عايز حاجة تميز الخلية ص عن الخلية س. التحكم في معدل الأيض الأساسي، ولا تقع تحت تنبيه هرموني، ولا توجد مستقبلاتها على معظم خلايا الجسم، ولا الحفاظ على توازن الكالسيوم في الدم. بص حضرتك، ولنفرض أنت بصمجي، تمام؟ ولنفرض يعني أساس إن أنت مش كده يعني، ولنفرض لقيت، بص بقى، بص عشان وضع الغباء هيشتغل. لقيت هنا التحكم في معدل، بص أنا هنحل السؤال كأني ولا نعرف مين سي ولا نعرف مين صاد. ما هو أنا كده كده ما درستش تشريح الخلايا جوه الغدة الدرقية ومش عليا. طب والكتاب ده بقى جايبها لي ليه؟ اقول لك يا عم جايبها لك بيزاولك بيشتغلك. هل انت بقى يعني هتم اشتغلك؟ لا، ما تجودش. بص انا دلوقتي اهو بصمجي زيك مثلا يعني. التحكم في معدل الايض الاساسي، مين اللي يعمل لك كده؟ ثايروكسين. تقع تحت تنبيه هرموني، مين اللي تقع تحت تنبيه هرموني؟ الثايروكسين، عشان يقع تحت تنبيه مين؟ تي اس اتش. توجد مستقبلات على معظم خلايا الجسم، مين ده؟ ثايروكسين. ليه؟ لأن هو بيأثر على الأيض الأساسي في كل خلايا الجسم. الحفاظ على توازن الكالسيوم بالدم، كالسيتونين أو كالسيتونين. طيب بالعقل يا راجل يا مؤمن، هو عايز حاجة تميز خلية، وأنت منجل ما أنتش عارف تحل الخلية دي. شوف أنا صريح معاك، لقيت 3 شبه بعض ليهم نفس التأثير، وأنت عندك الرابعة مختلفة، يبقى وش كده صاد دي بتاعت مين؟ بتاعت الكالسيتونين، وسين دي لأن ال3 شبه بعض يبقى دي بتاعت مين؟ الثايروكسين. ففي حالة زي دي أنا هختار إيه؟ د. لكن أنا بقى هقعد أشرح لك والله إن الفرق ما بين نوع الخلايا ده ونوع الخلايا ده، وهو مش عليك ومعلكش أصلا تشريح الدرقية ولا عليك أنواع الخلايا. فأنت السؤال محطوط لك عشان الرسمة دي تربكك.
تخليك انا ما خدتش الكلام ده، ما شفتوش قبل كده ولا هو موجود ولا عليك اصلا. بس هي الفكره انت ممكن تحله ايه بدماغك، يعني لو انت ما فكرتش ما جودتش هتعرف تحل. اللي بعده بيقول لك ادرس الجدول اللي امامك الذي يوضح نتيجه تحليل قياس TSH والثيروكسين في الدم. حضرتك لقينا TSH ماله عالي، هو الطبيعي بتاعه من نص لاتنين ونص، لقيته عالي مرتفع. جميل. ولقيت ان الثيروكسين الطبيعي بتاعه من 5 ل 10، لقيت الثيروكسين ماله مرتفع. انا قلت لك لو لقيت الاتنين عاليين مع بعض، لقيت ده عالي وده عالي، يبقى المشكله فين؟ في الكنترول نفسه، في المتحكم. مين المتحكم؟ TSH. لو TSH عالي والثيروكسين عالي، فمعنى كده ان الجزء الغدي النخاميه شغال بصوره اكبر، فالجزء العصبي النخاميه يعمل بشكل طبيعي مع تورم الدرقيه وافراط افرازها. لا، كده في مشكله بس في الجزء الغدي للنخاميه. استجابه الغده الدرقيه نشاط زائد من الجزء الغدي للنخاميه. احنا كده قلنا المتحكم هو اللي عنده ايه؟ زياده. الجزء الغدي للنخاميه يعمل بشكل طبيعي. لا، استجابه الدرقيه النشاط لا طبعا. يبقى الاجابه مين؟ ب. انت عندك كده TSH عالي، الغده النخاميه شغاله بصوره كبيره، والدرقيه خاضعه ليها فبتستجيب لها لان الزياده بتاعتها عاليه. شكل مقابل يوضح دور احد الغدد اللي يصف الغده X. غده يؤثر افرازها على القوى العقليه ويمنع سحب الكالسيوم من العظام. اللي يؤثر على القوى العقليه كافراز هو الثيروكسين، لان هو يعمل على نمو وتطور القوى العقليه والبدنيه. اما اللي يمنع سحب الكالسيوم من العظام هو الكالسيتونين او الكالسيتونين، فبالتالي كان يعمل على تقليل الكالسيوم في الدم. فاللي يصف بقى الغده اكس دي، مين الغده اكس دي كده مين؟ الدرقيه. هل هي مشتركه؟ لا. هل هي قنويه؟ لا. هل هي صماء مؤقته؟ لا. هل هي صماء دائمه؟ وممكن لو انا رخم هقول لك ان هي حويصليه دائمه ولخبطك. تمام. اي الاعراض تظهر شخص لا يحتوي غذائه على اليود، يعني الشخص ده عنده تضخم بسيط. الشخص ده درجة حرارة جسمه هتبقى قليلة مبدئيا، لأن الثيروكسين عنده إيه؟ قليل. فأنت كده كده هتشيل تزيد دي وهتشيل تزيد دي. الشخص اللي عنده الثيروكسين قليل الهضم بتاعه قليل، فتلاقي الدهون في جسمه إيه؟ زيادة. الدهون في جسمه إيه؟ زيادة. فبالتالي في حالة زي دي ممكن لو أنت هتحل السؤال يعني بالعكس كده زي ما أنا حليت، فيعني تلاقي ان الاجابه عندك ايه؟ ممكن تنفع دي اللي هي هنا دي، لان هي ايه؟ الدهون تزداد. بس بص على نبضات القلب بتقل، الثيروكسين قليل والTSH زياده. كده الشخص ده عنده تضخم بسيط. تيجي تقول لي مستر ازاي تضخم بسيط؟ هو مش انا عندي هنا الTSH زياده والثيروكسين قليل؟ ايوه الثيروكسين قليل، فالTSH مش عاجبه، فبيحاول ان هو يعمل ايه؟ يحاول ان هو ينشط الدرقيه بآلية الرجعه السلبيه اللي احنا درسناها، يحاول ينشط الدرقيه عشان يقدر ان هو يخليها ترجع للطبيعي، بس هو مش قادر. ففي حاله زي ديت تبقى الاجابه ايه؟ ج. تمام. طيب طبعا حراره الجسم هنا ثابته، لان ببساطه كده معدل الايض عندي بيقل، بس مش مضاعفات، يعني هو ما عندوش مكسوديما، احنا بنتكلم في تضخم ايه؟ بسيط. ايه اللي يأثر على نشاط الغدة الدرقية؟ خلي بالك الغدة الدرقية لها إفرازين، في ثيروكسين وفي كالسيتونين. الثيروكسين والكالسيتونين، الثيروكسين ده بيتنبه بالTSH، أما الكالسيتونين ده بالكالسيوم، أو الكالسيتونين بالكالسيوم والثيروكسين بمين؟ بالTSH. فبص على الألف، TSH تمام، تركيز الكالسيوم بالدم تمام، نسبة اليود بالدم تمام، لأن الثيروكسين يدخل في تركيبه أو في تصنيعه الإيه؟ اليود. جميل. ففي حالة زي ديت أختار ألف وأنا مرتاح، لأن أنا كده خلاص جبت كل جوانب السؤال. إيه العامل المشترك بين القماءة والمكسوديما والتضخم البسيط والجحوظي؟ زيادة حجم الدرقية؟ لأن في كل الحالات في تضخم أو ما يسمى بالجويتر. طب تعال بص على الباقي، نقص الثيروكسين بالدم؟ لا. هل التضخم الجحوظي في نقص ثيروكسين في الدم؟ يعني هي كانت لحد التضخم البسيط كانت ممكن تنفع الإجابة ج. طب زيادة الثيروكسين في الدم؟ لا.
زياده وزن الجسم لا، ان في عندك عرض هنا زياده ثيروكسين وعرض قله ثيروكسين، هتعملها ازاي؟ يعني انا اصلا انا لو شلت الجحوظي دي فينفع معايا الاجابه ايه؟ جيم، وينفع معايا ايه؟ دال، اللي هي جيم دي ودال دي، دول ينفعوا بس في حاله لو شلت ايه؟ الجحوظي. طب هنا لا، انا عايز العامل المشترك ما بين كله، في كل الحالات تضخم، وخلي بالك الدرقيه لو افرازها قل تضخم وافرازها زاد تضخم، بس خلي بالك في انواع للتضخم. تيجي تقول لي يا عم انت جبت ايه يا مستر؟ ما انا عارف ان هو تضخم بسيط وعندي تضخم جحوظي. اقول لك ايوه، بس تخلي بالك من نقطه مهمه، سواء بسيط او جحوظي في تضخم، بس في فرق. البسيط بيبقى تضخم بزياده حجم الخلايا فقط، اما الجحوظي بيبقى زياده حجم وعدد الخلايا. عشان كده لما تيجي تعالج الشخص اللي عنده تضخم جحوظي كنت بتشيل الخلايا الزياده دي، لازم تعمل له عمليه استئصال للجزء الزائد من الدرقيه عشان تعرف ترجعه طبيعي. لكن البسيط مسافه ما عالجته خلاص حجم الخلايا هيرجع تاني، لان مفيش عدد خلايا زياده. عشان كده اللي بيبقى واضح على الرقبه اكتر هو التضخم الايه؟ الجحوظي. تمام، خلي بالك من النقطه دي، يا ريت لو الملحوظه دي تتكتب. انا قلتها في المعسكر كده كده اللي كنا عاملينه بتاع الهرمونات، بس لو انت ما حضرتش او لو انت بتتابعني على اليوتيوب مهم جدا ان انت تكتب الملحوظه دي، تبقى عارف ايه انواع التضخم، عشان دي مش اي حد بيقولها ومش على طول بتتقال. اللي بعده بيقول لك اي مالي يصف التغيرات اللي تحدث بداخل الدم نتيجه ايه؟ زياده هرمون الثيروكسين. زياده هرمون الثيروكسين يعني خلي بالك في كده زياده اكسده، اول عرض ملحوظ. استهلاك الاكسجين هيبقى عالي ولا قليل؟ حضرتك بتزود اكسده، يعني بتزود ان انت تعمل سي 6 اتش 12 او 6، بتزود ان انت تستهلك اكسجين عشان تطلع ال 38 اي تي بي مع السي او 2. ففي حاله زي دي حضرتك استهلاك الاكسجين ايه؟ بيزيد، فبالتالي هقوم شايل دي وهقوم شايل دي. انتاج السي او 2 اهي، السي او 2 انتاجه بايه؟ بيزيد، يبقى استهلاك الاكسجين بيزيد، انتاج الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون بيزيد. طيب التي اس اتش لما الثيروكسين يزيد، التي اس اتش ده وظيفته التنبيه. طب هو لقاه زائد، هل انا عندي الهرمون زياده هروح افرز له هرمون بينشطه؟ لا، فاكيد التي اس اتش ايه؟ قليل. طب وزن الجسم، في اكسده زياده، في حرق زياده، فوزن الجسم هتلاقيه ايه؟ قليل. طب القوة العقلية مفيش تأثر ملحوظ، مفيش تأثر ملحوظ فممكن نقول إن هي عادية. معدل امتصاص الجلوكوز، خلي بالك الثيروكسين يحفز من امتصاص الإيه؟ السكريات الأحادية في القناة الهضمية، فتلاقي معدل امتصاص الجلوكوز زيادة. فخلاص هي الموضوع متسيستم على إن الإجابة كده مين؟ ألف. أهو كده هعمل لك ألف كبيرة أهو كده، كل ده هيحصل قدام حضرتك كده لما الثيروكسين يزيد. وخلي بالك اغلب الافكار هنا كده لحد دلوقتي قائمه على قصه او سؤال او فكره الرجعه السلبيه. المخطط التالي يوضح التركيز في كلا من هرمون الثيروكسين والتي اس اتش في دم احد الاشخاص. ادرسوا جيدا ثم حدد اي مما يلي يعاني منه الشخص ده. الشخص ده عنده تي اس اتش قليل والثيروكسين قليل. جميل. طيب الشخص ده كده عنده ماكسوديما. الشخص ده كده عنده ايه؟ ماكسوديما بسبب خلل في افرازات الامامي للنخاميه، ولا ماكسوديما بسبب وجود خلل؟ طبعا هو لا في قماءه ولا في تضخم جحوظي. انا عندي الثيروكسين قليل والتي اس اتش قليل، وانا قلت لك لما تلاقي الاثنين متفقين يبقى مين اللي فيه مشكله؟ المتحكم. شوف الفكره متكرره قد ايه، مره بالزياده ومره بالنقصان. ففي حاله زي كده يبقى ايه؟ عنده ماكسوديما بسبب خلل في ايه؟ في الافرازات اللي من الفص الامامي للنخاميه، اللي هو مين؟ ايه الخاص اللي انا قلتها؟ تي اس اتش. حلو. طيب وصل حبيبي. اللي بعده بيقول لك المخطط التالي يوضح معدل
التغير في افراز الثيروكسين في 3 اشخاص بالغين A و B و C. اي الاشخاص عنده تضخم في الغده الدرقيه؟ والله واحد هنا لو تاخد بال حضرتك، بص، التغير في معدل الايض الاساسي، لما يبقاش في تغير يبقى كده ده الشخص اللي هنا ده كده طبيعي. حلو. اما الشخص اللي عنده التغير، بص، التغير بالايه؟ بالسالب، يبقى الشخص ده كده عنده تضخم. ولا عنده تغير بالموجب، ده كده عنده ايه؟ تضخم. طب لما معدل الايض الاساسي يتغير بالزياده او بالنقصان، مين فيهم تضخم بسيط ومين جحوظي؟ وخلي بالك عشان الحته دي شائكه شويه. في حاجه عندي اسمها البي ام اي او البي ام ار، او اللي هي بي ام اي اللي هي بيزل ميتابوليك اندكس، والبي ام ار اللي هو بيزل ميتابوليك ريت، او النبي عربي اللهم صل على النبي، صلى على النبي، اللي هو ايه؟ او معدل الايض الايه؟ الاساسي. كل دول كده بيتحسبوا بطريقه معينه. تحسبها ازاي؟ بتقوم حضرتك حاطط لي الهدم على البناء وضربولي في كام؟ في 100، فبيطلع لك نسبه مئويه. طب اللي يستفيدوا ايه؟ ان بص الهدم مع معدل الايض الاساسي يتناسب طردي، والبناء مع معدل الايض الاساسي يتناسب ايه؟ عكسي. ده اللي انا عايزك تعرفه من القانون ده. طيب وبعدين حضرتك دلوقتي اللي عنده تغير في معدل الايض الاساسي بالايجاب، فمعنى كده ان هو بيزيد، فمعنى كده عنده تضخم جحوظي، عشان كده الهدم عالي. اما اللي عنده قله ده عنده تضخم ايه؟ بسيط. استفدنا يا مستر؟ استفدنا ان في الحالتين عنده تضخم عبيط. لو انت رايح تحل السؤال ده على اساس A او B او C واحد فيهم، لا، هي الاجابه ايه؟ A و C. لان انا قلت لك الدرقيه سواء في الزياده او في النقصان والمصحف في الحالتين فيه تضخم، في الحالتين في جويتر سواء بسيط او جحوظي. وفرقت لك ما بين انواع التضخم، في واحد بزياده عدد الخلايا وفي واحد بزياده حجم وعدد الخلايا. تمام؟ او يعني حجم وعدد الخلايا، ومعلش وحجم الخلايا زي ما كتبناها فوق. اللي بعده بيقول لك ادرس الرسم البياني المقابل ثم اجب عن التالي. اي الحالات تمثل تضخم جحوظي حدث بفعل كتله سرطانيه بالغده الدرقيه؟ يعني كده المشكله من الدرقيه. كده المشكله منين؟ والدرقيه. والكلام ده هيفرق ليه؟ لان لما تبقى المشكله من الدرقيه يعني الثيروكسين هتلاقيه عالي ولا واطي؟ عالي. طيب عندي هنا دي حاله في التحليل بتاعه في نتائج مختلفة عن الحالة دي، بس مش في الثيروكسين. يعني الصاد ولام مشتركين ان الثيروكسين اعلى من المعدل الطبيعي. الفكرة كلها في مين؟ في التي اس اتش. لما يبقى المشكلة من الدرقية، هل انا عايزك تحط نفسك مكان الجسم دلوقتي؟ انا عندي الدرقية فيها تورم، هل انا كجسم عاقل منطقي هروح احارب التورم ده بالتنشيط؟ يعني بعد الغده بتطلع هرمون اروح انشطها؟ اكيد لا. اكيد مش هفرز الثيرويد ستيميوليتنج هرمون او الهرمون المنبه للدرقيه، فالتي اس اتش هيحصل فيه ايه؟ هيقل. ففي حاله زي دي حضرتك تبتدي ان انت تختار لي الاجابه صاد، لان في حاله زي دي الدرقيه هي اللي ايه؟ قليل. اي الحالات تتميز بايه؟ بعدم قدرتها على تحمل الضوء، الاصوات الصاخبه اللي هو تهيج عصبي. الشخص اللي انا قلت لك الحاله بتاعته تتميز بان هو يحس، لو انت عملت له كده يقول لك انت ضربتني بالقلم. طبعا هل انت ضربته بالقلم؟ لا، بس هو بيحس بوجع القلم، لان الشخص دوت عنده كل المستشعرات الحسيه والمستقبلات العصبيه بتاعته فيها تنبيه زياده. فاللي تلاقي عنده المشكله دي هو صاد ولام. التضخم الجحوظي عامه ماليش علاقه بالثيروكسين بقى، انا علاقتي كلها دلوقتي وكلامي كله على الايه؟ معلش قصدي علاقه بالتي اس اتش، كلامي كله على الثيروكسين، فهيبقى صاد وايه؟ ولام. اللي بعده شكل نمط يعبر عن علاقة بين تركيز الكالسيوم في بلازما الدم وإفراز هرمون س وص. إيه الغدة اللي بتفرز هرمون س وص؟ بص يا سيدي، هرمون س، هرمون س. طب تيجي تقول لي معلش يا مستر اكسكيوز مي، هو احنا ماشيين كده اهو ولا كده اهو؟ عشان بس هتفرق. يعني أنا دلوقتي يا مستر ماشي من الشمال لليمين،
ولا من اليمين للشمال؟ ما عشان هتفرق. اقول لك اتجاه المنحنى كده من الشمال لليمين، تيجي تقول لي مستر الدرجه دي وانت بتشرح لنا الكلام ده؟ اه يا حبيبي بشرحها لك عادي. انت شاطر وفاهمها، في ناس تتفرج عليها مش فاهمه الكلام ده. المهم بص بقى، في هرمون ياخد لك الكالسيوم يعمل فيه ايه؟ يقلل الكالسيوم. وفي هرمون تاني ياخد الكالسيوم يعمل فيه ايه؟ يزود الكالسيوم. طيب اللي يقلل انا عارفه كالسيتونين او كالسيتونين، واللي يزود انا عارفه باراثورمون. طيب اختار ايه؟ الهرمون سين انا قلت هو مين؟ كالسيتونين. بيتفرز منين الكالسيتونين؟ من الغدد الجارات الدرقية. طب يا مستر والباراثورمون بيتفرز منين؟ الكالسيتونين معلش بيتفرز من الدرقية، اما الباراثورمون من جارات الدرقية او الغدد الجار الدرقية. يبقى في مشكلة كده في الكلام ده. يبقى انا خلاص جمعت كده النقطة. طبعا المستوى الطبيعي اللي بيتجمعوا عنده ده هو نسبة الكالسيوم الطبيعية في الدم. تمام؟ طيب اللي بعده بيقول لحضرتك قام شخص بإجراء تحليل ال TSH في الدم ونتيجة التحليل كما في الجدول. قال لك بص الشخص ده، السؤال اللي خلي بالك جه من أسئلة السنين السابقة، أسئلة ده سؤال دور أول قبل كده ده. قال لك الشخص ده ما عندوش أي مشكلة في النخامية. يعني لقيت ال TSH عالي، TSH عالي حلو، والشخص ده ما عندوش أي مشكلة في النخامية. طب الشخص ده إيه اللي هيخلي ال TSH عالي قوي عنده؟ يعني امتى ال TSH يبقى الغدة سليمة بس هو مستفز لدرجة ان هو يعلى؟ لما يبقى الغدة اللي بتستجيب ليه مش شغالة. يعني في الحالة دي الشخص ده عنده مكسوديما. ليه؟ لأن ببساطة الشخص ده جسمه ما بيفرزش سيروكسين كافي، فالتي اس اتش مش ساكت، معلل ايه؟ التنبيه. فبالتالي تلاقي الشخص ده 10.5 وطبيعي، يعني الطبيعي من نص ل1.5. طب هو ليه 10.5؟ لأن هو مش بيستجيب، عمال يبعت للدرقية والدرقية ما بتفرزش سيروكسين، فمعنى كده إن الشخص ده عنده إيه؟ مكسوديما. إيه اللي لا يعتبر سبب في زيادة إفراز الكالسيتونين؟ خلي بالك برضو ده سؤال دور أول، أسئلة مهمة. طبعا حليت الكلام ده في المعسكر. الكالسيتونين ده وظيفته إيه؟ الكالسيتونين ده وظيفته إيه؟ تقليل الكالسيوم في الدم. طيب إيه بقى اللي لا يعتبر؟ وبالله عليك لا دي يعني بص لو أنت كده راجل محترم وشاطر كده اعمل دايرة على لا، عشان أنت عندكوا لا وما عدا ايشوز بتكرف لهم. انت مش شايف لا دي يعني، فاهم؟ لا يعتبر انت بتقراها العكس. انا عايزك بقى تقراها صح. نقص الكالسيوم في العظام معناه كده زيادته في الدم. فلما الكالسيوم يزيد في الدم هل الكالسيوم هيعلى؟ ما هو وظيفته تقليل الكالسيوم. يعني اي حاجه هتزود الكالسيوم هتشغل الكالسيتونين. طب زياده معدل الكالسيوم في الامعاء ده زياده الكالسيوم في الدم. طب نقص معدل امتصاص الكالسيوم في الامعاء فده يؤدي لقله الكالسيوم في الدم. زياده مؤقته في الجارات الدرقيه يعني زياده الباراثورمون، وبالتالي زياده مين؟ الكالسيوم في الدم. طب مين هنا اللي تنفع؟ نقص معدل امتصاص الكالسيوم من الامعاء. لو الكالسيوم قليل انت هتقلله ليه؟ فده لا يعتبر سبب من اسباب ان الكالسيتونين يتفرز. مخطط المقابل يوضح التغير في تركيز السيروكسين في شخص طبيعي على مدار اليوم. ادرسه جيدا ثم اجي. باقي المراحل تزداد فيها افرازات الغده النخاميه للتي اس اتش. التي اس اتش يشتغل امتى؟ لما السيروكسين يبقى ايه؟ مش شغال. يعني التي اس اتش يشتغل لك هنا ولا يشتغل لك هنا؟ الله اعلم. بص كده على الاختيارات وركز معايا، انت المفروض حالل قبل ما تحل السؤال. حضرتك عندك س الى ص، ممكن، وممكن ص الى عين، وعندك عين الى لام، ولام الى ميم. طيب امتى؟ بص انا اقول لك ايه امتى
التي اس اتش امتى يزداد؟ من صاد او من س لصاد والثيروكسين طالع، وانا عايزك تفتح دماغك معايا كده. لما الثيروكسين يبتدي يزيد هل التي اس اتش هيزيد؟ ما خلاص الثيروكسين بيزيد. حلو، هو عايز ايه؟ ايه المراحل اللي بتزداد فيها افرازات النخاميه؟ يعني كده التي اس اتش كان شغال هنا ولا مش شغال؟ مش شغال. ليه مش شغال؟ لان هو بيزيد فوق الطبيعي. كده التي اس اتش يقول لك ايه؟ لا يابا ده ايه؟ ده غلط. لا انا ما اشتغلش في الغلط. طب لما يبتدي يرجع الثيروكسين الى الطبيعي التي اس اتش يقول لك ايه؟ خير وبركه. بره عني. انا برجع للايه؟ الطبيعي. طب لما اقل تحت الطبيعي التي اس اتش هنا ايه؟ يقول لك يا نهار اسود مصيبه، آلية الرجعه السلبيه تشتغل. من عين للام التي اس اتش يشتغل. ليه؟ دي مصيبه. الثيروكسين بيقل ايه؟ تحت الطبيعي. الثيروكسين يقل ايه؟ تحت الطبيعي. فيقل تحت الطبيعي ده يخلي التي اس اتش يستفز. طب ايه اللي يظهر؟ بص يظهر فيها ايه؟ تأثير. هو مش بيقول لك الفترة اللي بيزيد، لا بيشوف تأثيره. يشوف تأثيره فين؟ اشوف تأثيره من لام لما يبقى قليل تحت الطبيعي وبيعلى من لام لمين. يبقى هو انت حضرتك التي اس اتش بص هيشتغل هنا في الحتة دي كده، والثيروكسين بيقل هيرفعه. طب هتشوف تأثيره امتى؟ لما يرفع. يبقى هو بيشتغل والثيروكسين بيقل عشان يرفعه. امتى تشوف تأثيره؟ لما يرفعه. فعشان كده السؤال ده مهم جدا تبقى مركز وانت بتحل. ايه النتيجة مترتبة على تغيير مستوى الكالسيوم في الدم؟ لو أعلى من الطبيعي مين اللي يشتغل؟ أعلى من الطبيعي أنا عايز أقلله، فكده الغدة الدرقية اللي تشتغل. أما لو أقل من الطبيعي ده كده الغدد الجارات الدرقية هي اللي تشتغل. فهنا الغدد الدرقية والغدد الجار درقية. فهنا يحصل مستوى الكالسيوم لو أعلى من الطبيعي كده الكالسيتونين يحصل تنشيط الغدة الدرقية، ولو الكالسيوم أقل من الطبيعي يحصل تنشيط للغدد جارات الدرقية. طب هل هو هنا جايبها لك مباشرة؟ لا ده سؤال صعباني ده والله. لما الكالسيوم أعلى من الطبيعي فكده يحصل تثبيط جارات الدرقية. لا لو أعلى من الطبيعي كده تنشيط جارات الدرقية أهي. تمام. وأما لو أقل من الطبيعي مبالغ عليه تثبيط الغدد جارات الدرقية. بص كالسيوم أعلى من الطبيعي، السؤال ده والله جامد أقسم بالله جامد والله، لا أحطه في الامتحان عشان نتفرج على الحصة في حلو. تنشيط الغدد جارات الدرقية لو الكالسيوم أعلى من الطبيعي. ليه؟ عشان الباراثورمون يزيد. الباراثورمون إيه؟ يزيد. طب لو الكالسيوم أقل من الطبيعي وقف جارات الدرقية عشان الكالسيتونين هو اللي يزيد. سؤال جامد والله، معتمد على الذكاء والتفكير والصعبانية، وانت عارف دي هوايتي المفضلة. ايه اللي يسبب زيادة افراز الغدد جارات الدرقية؟ جارات الدرقية دي اللي بتفرز مين؟ الباراثورمون. ترسيب الكالسيوم في الأعضاء وهشاشة العظام. طب هو دلوقتي ده كده نتيجة لو الكالسيوم مترسب في أو يعني موجود في الأعضاء وهشاشة عظام فكده يعني مش حاجة مستفزة أو خليها معانا. زيادة الحصوات البولية لا. زيادة تركيز الكالسيوم بالدم لا. شوف كل ده لا. تناول أطعمة فقيرة بالكالسيوم لفترة طويلة فده كده يحتاج تدخل من الجسم عشان يفرز لي مين؟ الباراثورمون. لأن الباراثورمون وظيفته إيه يا رجالة؟ رفع الكالسيوم بالدم. لما أنت ما تاكلش حاجة فيها كالسيوم فيبتدي إن هو يعمل لك إيه؟ يرفع لك الكالسيوم. أنا مش عارف ليه كل شوية الشقلب بس يعني معايا إن شاء الله خير. إيه اللي لا ينطبق عند زيادة إفرازات الغدة؟ إكس دي مين؟ جارات الدرقية. الجارات الدرقية دي بتطلع مين؟ باراثورمون. والباراثورمون ده بيعمل إيه؟ زيادة الكالسيوم في الدم. طب جميل. عايز بقى اللي لا ينطبق عند زيادة إفرازات الغدة أو الغدد إكس. ينشط إعادة امتصاص الكالسيوم في النفرونات. صح.
يزداد امتصاص الكالسيوم في الخملات ينشط سحب الكالسيوم في العظام يمنع سحب الكالسيوم من العظام لا، لان دي كده وظيفه مين؟ كالسيتونين. دي كده وظيفه ايه؟ كالسيتونين. عندك منحنى بيقول لك يمثل تركيز الكالسيوم في الدم. ما دور الباراسورمون؟ الباراسورمون ده وظيفته رفع الكالسيوم، بس خلي بالك الى، شوف ايه، بص دي الى الطبيعي، يعني ياخدوا لك من تحت الطبيعي الى الطبيعي، من جيم لده. تعديل المنحنى من جيم لايه؟ لده. خلي بالك الى الطبيعي مش فوق الطبيعي. ايه اللي تمثل له غده الف وباء الترتيب؟ انخفاض نشاط الغده يجيب غضب وعصبي. عارفينها وحليناها قبل كده. نقص الثيروكسين. نقص الثيروكسين لو قل، ولا معلش نقص الباراثورمون، هو لو قل يجيب لك تهيج عصبي، ولو الثيروكسين او زياده الثيروكسين تجيب برضه تهيج عصبي. العرض او غضب العصبي والتهيج العصبي، العرض ثابت ولكن بسبب هرمونين ممكن يبقوا السبب في الموضوع ده. الغده الف بقى دي الجارات الدرقيه، اما ب دي جارات الايه؟ الدرقيه. الرسم المقابل يوضح العلاقه بين احد المتغيرات اكس ومستوى الباراثورمون في الدم. ماذا يمثل اكس؟ متغير اكس ده والمستوى الطبيعي للتغير، والمستوى الباراثورمون بص بيقل. امتى الباراثورمون يقل؟ لما مستوى الكالسيوم في البول يقل ولا يزيد. خلي بالك الباراثورمون يقل. هو وظيفه الباراثورمون ايه اصلا؟ الباراثورمون وظيفته زياده الكالسيوم في الدم. طيب لو الكالسيوم زياده هل الباراثورمون هيشتغل؟ هو وظيفته ان هو يزوده. فالحاجه اللي تخلي الباراثورمون يقل هو ان الكالسيوم متوفر في الدم، لان ده كده شغله معمول، فهو مش هيشتغل. تمام. ففي حاله زي ديت يبتدي الاجابه تبقى ايه؟ في حاله زي دي مستوى الكالسيوم في الدم. مستوى الكالسيوم في الايه؟ في الدم. عند زياده مستوى الكالسيوم في الدم يقل هرمون مين؟ الباراثورمون. شكل البيان بالتالي يوضح تأثير الكالسيوم في الدم على إفراز الباراثورمون مع مرور الزمن، اللي يعبر عن إفراز هرمون الباراثورمون عند الزمن A والزمن B. شوف يا سيدي، عند الزمن A الباراثورمون يقل. ليه؟ بص هو أصلا حاطط لك الرينج الطبيعي. الرينج الطبيعي ده اللي احنا ايه هنعلمه ده، يعني أي حاجة هنا في الرينج الطبيعي. فالباراثورمون هنا هيقل لأن ده أعلى مستوى للطبيعي. طب وهيجي هنا إيه؟ يزداد. تمام؟ هيجي هنا إيه؟ مش عارف التابلت مات ولا إيه؟ وعلق فجأة. شغال كده يا جماعة. هو قرر يفقد الشغف، فإحنا هنعمل له إعادة تهيئة. معلش بس إيه سريعا كده يعني. أيوه فريش كده. الكاميرا واقفة. ادي اخرة ايه بقى؟ اللي يصور تصوير مش حلو. تعلموا يا جماعة. روح وانت بتصور هات حاجات كويسة. سلام على الدقة. دقة يا ابني. دقة. شايف تصحيح المشاكل يبقى احنا ايه؟ انا عمال اشرح من بدري وانت اصلا مش فاهم. طيب تعال نحل تاني. معلش غلطة فنية مطبعية. السؤال 68 بيقول لك الشكل التالي يوضح مستوى الكالسيوم في الدم. الطبيعي فين؟ اهو الطبيعي اهو، هعلم لك عليه. هو عايز علاقته بالباراثورمون. بص ده كده كله طبيعي عند النقطة A وعند النقطة B. لو الكالسيوم في الدم عالي هل الباراثورمون هيشتغل؟ لا، ده كده عالي. الباراثورمون يشتغل والكالسيوم واطي، فهنا تلاقي الباراثورمون بيشتغل عند التركيز الايه؟ الواطي. يعني هنا تركيز كالسيوم عالي وتركيز كالسيوم واطي، ففي الفترة A يبتدي الباراثورمون يقل. اما في الفتره بي خلاص الباراثورمون هيبتدي ان هو يزيد عشان ايه؟ عشان يعكس لك الوضع اللي انت فيه. اذا كان مستوى الكالسيوم الطبيعي في الدم من 8.6 ل 10.3 اسئله النماذج الاسترشاديه السنه اللي فاتت 2025. دي سيديت. ايه مستوى الكالسيوم اللي يفرز عنده الباراثورمون؟ الباراثورمون هيتفرز لما الكالسيوم يبقى ايه؟ عندما يكون الكالسيوم قليل. يعني ايه يا مستر؟ يعني دلوقتي ده هرمون وظيفته ان هو يرفع الكالسيوم،
مش هيشتغل الا لو الكالسيوم تحت الطبيعي. يعني ايه؟ من الاخر انا عايز اي رقم تحت ال 8.6، فما قدامكش غير مين؟ 7.3 مللي جرام لكل ديسيلتر. حلو كده، يبقى احنا خلصنا اسئله الغده الدرقيه والجارات الدرقيه في كتاب الدليل. بنبه على حضراتكم حصص بعد اذنك اللي تغلط فيه اكتب ملحوظاتك في سكتش، جمع فيه غلطاتك، عشان بعد كده فيما بعد لما يبقى في فصول كتير قوي 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 يبقى الموضوع بسيط عندك. ايه؟ هتروح بعد كده اقول لك عندك امتحان على الهرمونات، تقوم رايح مذاكر لي غلطاتك وملاحظاتك اللي انت بتطلعها من الحل اللي احنا حلينه ده، وتلاقي نفسك بتأدي في الامتحان ايه؟ احسن. اشوفكم باذن الله الحصه الجايه، وكنهايه كل حصه بالخير.